حاج جابر. اهلا. داخل على طول وكلام غير بواب. دي بس داخي انت كل دقيقة فضتني في مناخيري. دي ما يجيبش اكياس النهارده. انا ليه جاي انت عايز؟ بس عشان سمنه بلدي عندك. سمنة بلدي؟ السمنه البلدي شميتها من عند الشارع برا من الشارع. شميت عندنا سمنة بلدي؟ ايوه سمنه بلدي. انت ايه اللي جابك النهارده؟ انا راجل ولا رحت الاقصر ولا جبت اكياس وجاي فاضي عشان خاطرك. انت تلقاني جايب موز عاوز موزتين، تلقاني جايب بطيخ عاوز شريحه، تلقاني جايب شوالة الدقيق عاوز لك رغيفين، السكر عاوز تشرب لك كوبايه شاي وتاخذ لك تلقيمه انت مروح. ايه يا عمي؟ اقول لك على حاجه، مش شرط حبايه الفول نحط عليها السمنه البلدي اللي انا شميتها دي ونقليها وناكل. فول الا بالهلا. الفول يا عمي انت راح تجيب لي العيا والسكر. طب ليه؟ يا عمي انت ناظر لي كل دقيقه في مناخيري هنا، مره عاوز تاكل ومره عاوز تشرب ومره عاوز شاي ومره عاوز بطيخ. يا عم انا اقول لك على عام النظر ولا بفرق؟ لا بس انت كريم يا حاج جابر. انا كريم. كريم. لكن انا مش مكتوب في التومين يبقى كيه كريم. طب ليه؟ امال ايه؟ يا راجل احنا امبارح بطحنا بعضنا على كيلو سكر. اي كريم منين؟ جبنا شوالة الدقيق خبزنا منها العيش عاوز اجره وشاكوش، ولو جبته لك وقلت لك ده خبزناه امبارح لو كنا المصاحف في الدنيا كلها مش هتصدقني مخبوز امبارح. صايم في بعض وتقول اسمن. خلاص اما يدخل في الميه وناكل. جمعت لي حل انت عشان تاكله. انا يا اخي بقول لك ناشف عشان ما تاكلهوش. يا حول الله يا رب. يا واحد يا تبقى بخيل يا حاج جابر. يا عمي انا بخيل. صلي بنا على النبي. اللهم صل على النبي. انت راجل جاري الحيط في الحيط تمام. وكل دقيقة جيب تبقى حداي. هو النبي عليه الصلاة والسلام وصى على 7 جار. جميل. بس ما قالش كل دقيقة فط عند اخوك وعنده رغيف هاته وعنده حباية سكر يجيبها، عنده معلقة تراب تاكلها. انا واكل العيال تراب طب انا بجايب كيلو موز، انت جاي عاوز 11 موزة. الفاضي كب على الملاك حاج جابر. فاضي يا عمي لما انت على طول فاضي انا هقعد لما تكب عليك. هو بص انت هتخف مني وانا اعلي الحيطة اللي بيني ما بينك واسد امها. لا ما تقرفنيش. لا النبي وصى على 7 جار. وصى على 7 جار لكن ما قالش الجار كل دقيقة يعرف جاره. ما هتدي مين؟ لما مش يعني انا ما الاقيش حد. ايوه لما ما معيش غيرك. مش هتدي جارك، هتدي مين تمام؟ ده كان انا اقوم من النوم القاك على العتبة، اجي انام القاك على العتبة. يا راجل كاتب العقد مع امي، كان في القسيمة مكتوب شمم لي ريحة السمنة وجايين يا اخوي كل دقيقة فططني. كان احنا اصحاب السمنة ما دقناهاش. انت مش مستني علينا لما نفتح علبة السمنة. بس انت يا عم جابر بخيل. صلي على النبي. اللهم صل على النبي. انا راجل بخيل، انا اللي بروح لك ولا انت بتجيني؟ لا انا بجيبك. انت بتجيني. ايوه. سيبنا صلاة النبي. اللهم صل على النبي. اول حاجة الكياس اللي بجيبها بتقسمها معاي بالنص. في الغداء معاي، في العشاء معاي، في الفطور معاي، قبل ما انام وقبل ما اقوم معاي. انا ما جيتش في الفطور. بتخليك معاي. الفطور عدد لا الموز وداير تحكي الناس جابر النهارده جاب موز، النهارده جاب بطيخ، النهارده جاب رمان. انت لا تعمل فيك رمان ولا البان علي بابا. انا بوكلك المية شهاوي وفوق من ده كله انا البخيل. اما لما انت كل دقيقه مصمصني من ال4 جناب وانا بخيل. تاجيش شويه تروح معي المحكمه اكتب لك الخربان. زي بعضه. خلي عليك المره دي بس اهم حاجه دوك حبات السمنه اللي شميت ريحتها دي. انا ما حوكلك منها لكن ما صبرش علي لما اقلع خلقي. يعني احنا اصحاب السمنه ما دقناهاش. انا خايف اقول لسه ما سيحتهاش كمان، ما اهم حاجه تسيح عشان نعرف ناكل غلط. قربان على سيح. امال ليه لازم تسيح؟ ما بتسيح بقول لك عبد الجاز دي. كتبها لك احمد عبد الله. ايوه امال ايه؟ تاكلها من عند جابر. أيوة. انت واشتريها تتعور. لو اشتريتها انت تتعور. بس تاكلها من عندي انا عسل. طبعا بدي ليها طعم ثاني عندك. ليها طعم ثاني مش عارف ايه السر فيها. زي الموز. زي الموز. اديك الموز البايظه عشان تخجل ويكون عندك حباب الدم وتقول اداني المايطه ما تجيش وتقول لي يا الحلاوه يا الجمال. خبر يا راجل انت مربوط على الحلف. ما الراجل النهار كله بيزعق ويقول يا موز يا بطيخ يا عنب يا ربراب يا حمار. ما انت اديتني واحده بس يا عم جابر مزايا ما كترتش يا عم. لا نسيت بديك 11. يعني. هو الكيلو 6 وانا معي 8 عيال. انت لما بتاخذ واحده بيفضلوا نفرين مش بياخذوا. ماشي زي بعض وخلي عليك المره دي. انا الدور الجاي حاقسم الموزه نصين واديك نصها ودي نصها لولدي. لا حول الله يا رب. ما اعمل لك ايه انا كل دقيقه جلب جايني. تعلمت البخ القوي. كنت كريم لكن تعلمت البخ. كنت والنهارده قضيت لي 24 ساعه بتاكل عندي وانا يعني احمد بهجت. طيب يا اخو انت بتقول لي انت راجل بخيل. ايوه خليك معاي.
المثل بيقول لك من جاور السعيد يسعد. يسعد طبعا، هي معروف. انت طول حياتك تنحت مني ومن امي ما سعدتش. طيب يا اخي انت كل دقيقه نظرت لي في العشاء وفي الغداء وفي الفطور وفي الكيس اللي اجيبه وفي الكيس اللي اطالعه وفي الدخله وفي الخارجه، نظرت لي وشابك في مناخير امي. منظور كيسك منظور لازم ندوقه عشان ما يتنظرش. ما مش الشيخ ليش انت؟ امال ايه؟ تنظر كيسي عشان ما تنظرش. انت بتاكله وبتبص لي فيه والعيال بتاكله وتقعد تسال. ابعد مني يا اخي، هويني هبابه. انت معكش معاش يا لا معيش، ما هوككش ولا شغله ولا مش ولا حاجه، فاضي تقوم من النوم تستناني على البوابه على الباب. تستنى السفير هو معدي. امال ايه؟ امال قول لي ايه؟ طيب انت بتصرف نفسك، تيجي عندي تفطر تتغدى تاخذ لك رمانتين، تاخذ لك محتين منجه، تاخذ لك واحتين موز، تاخذ لك واحتين ربراب عليك وعلى جيرتك المربرب بالربراب الاحمر. انت بتتصرف وتاكل. العيال في البيت ايه بياكلوا؟ العيال بياكلوا كوكي في البيت. كوكي؟ ايوه امال ايه؟ كان انت نايم 48 ساعه حياكلوا انت ما لاقيش الهواء، هم ياكلوا كوكي منين؟ منين؟ منك انت. ايوه يعني ما تخليش الشركه ما تفرسنيش، كان احنا شغالين ليل ونهار ما عارفين نجيبوا الكوكي، كيف تجيبوا انت اللي نايم 48 ساعه؟ رزق ربنا مقسمه تحت، بس لا رزقي واسع الحمد لله. اما لما انت يا صاحبي رزقك واسع. ايوه واسع. اما ليه باصص لي في الكيس وفي الشواله وفي السكر وفي الحطبه وفي ورقه الشاي وفي علبه السمنه وفي البطيخه؟ ايوه ما تاكلهم لحالك يعني؟ ما ينفعش. وتقول لي فوق من ده كله تقول لي انا رزقي واسع؟ ايوه امال ايه؟ انت رزقك واسع؟ ايوه واسع. يبقى انت راجل بخيل عاد مش انا. لا انا قال لك النبي وصى على ساعه ايجار، انا اخذ الحاجه اللي عندك ناكلها مع بعضنا. يعني انت تاكل ولا ما اكلش؟ هتروح هدي الغريب ما ينفعش، ما انا اولى. طب ما تجيبوا لي الطريه ناس اضربه في راسه دي. امال انا مش جاره؟ انت جاري ايوه. ما بتاكل انت مني وانا ما اكلش؟ طب هنصرف لنا اثنين، واحد يصرف والثاني ياكل. طب ما هنا انا بصرف وبتاكل انت. لا حتى وكلني مره. لا ما انا كده انت بتصرف، انا اكل معاه واعمل ايش على بعضها. يعني لو دراع؟ مش لو دراع، محبه وخلاص. انت مش محبه يا ابوي، ده قطع النير. لا محبه والله يا راجل عيب، انت بتجيني قبل ما تغسل وشك في الصبح وانا حاكبك في الأرمان معاي. ليه فطور الصبح مش عاوز انا يا عمي، ليش فطور الصبح؟ ليه تعال الساعه 10. طيب خلاص خليه غدا على عزمك عامل رويين. خلاص انا عامل دايت في الصبح. انت الدور عيب علي. عامل ايه؟ عامل دايت. دايت؟ ايه دايت ده؟ دايت عامل مع الدكتور عامله لي، قالت لي الدايت ده للاكل. الدكتوره انا متابعها عامله لي دايت في الصبح مش بفطر، اتغدى بس، هتغدى عندها غدا وبعد كده بلي عاده. وتتنك علي عاوز مش عارف ايه وبصر ايه وحكاوي ما لناش احنا بعرسان تاجي هنا تمرض بي لو جبت لك مش تاكل ولا مطبخك بالطول ياخذ فيك 25 سنه. لا خلاص هاكل وحجيب لك العيش اللي عاوز الاجنه والشاكوش النيخ وميه ناكل تاكل حالا تجمع لها فتوى نيخته. احنا اصحاب العيش ما عارفينش ناكل. انت دارش ايه يا عمي؟ زي بعض واقع على كومرة ما ما شبعانش ميه ولا من عيش ولا من تراب. انت كرهتني في حياتي وكرهتني في الخربان. ليه بس؟ يا صاحبي اصل موضوع يعني ده ما يحفظوش ولا نصارى ولا مسلمين. يا ساتر. نطط لي في الدخله وفي الطلعه وفي اللقمه وفي كل حاجه، حتى لو جبت حطبه انت عاوز تاخذ الغليظه ولا اخذ رفيعه؟ انا صاحب الحطبه اخذ رفيعه وانت اللي جاي من بيتكم قام من النوم تاخذ الغليظه. بحبح بس اوسع يا راجل. انا اللي ما تعرفوش انت 3 تنفار رحت لهم ناس قادرين وقلت لهم تعالوا خذوا البيت. لا اخذ انا اولى. كان انا بوكلك كيف تاخذ البيت؟ انا اخذ اشيل انا اولى. شنو ازاي؟ اخذ البيت اشيل. يعني معك فلوس؟ ايوه. طب انا مش قادر استوعبها دي يعني بصراحه. كيف واحد بوكله واشربه وانا وما معهوش الا ده وعاوز يشتري البيت؟ امال اشيله. انا ماشي عشان خاطرك، كيف ابيع لك البيت؟ زي بعض. ومعاك فلوس تشتري البيت؟ اشيله كله. وما معكش فلوس توكل العيال؟ ولا تدوقني ولا حاجه؟ ما هي يبقى انت البخيل عاد مش انا. لا كيف لا؟ انا مش بخيل، انا بقول لك اشياء اخذ بدك اشتري. ما هيك فضلت لي في علبه السمنه حتى الشركه الكيس وقعت على رجلي هنا ربطتها. لا انا ما السمنه بند والاكل بند والبيت بند. البيت اولى بيها انا. تشتري البيت؟ اتفقنا يا عمي عشان انا كذا حتى ولو ما اشتريتوش حفوت حروح اسكن قبلي. لا هاي اسكن فينا والعيال اكل. تعال يا عم انت والعيال، جات على العيال كان انت رابط لي 24 ساعه هنا، ما تنام معانا انت بالمره هنا.
كان حتتعشى وعاوز تتونس. والله فكره حلوه، انا كان جبت العيالات وكان جبت منظر بيخلي. لا تعال في ليله طبهومه هنا، تعال هات عيالك وتعال. هي مش النومه؟ انا عارف. وقاعد قاعد كان انا قبل ما نقوم من النوم نلقاك بعيالك قدام الباب. ليه قالوا لك علينا يا اخي عاملين نظر؟